لو فكرت تشتري ذهب في اوقات لازم تستغلها علشان تنتهز الفرصه، ده علشان تحقق افضل سعر. وانا دلوقتي هقول لك ايه احسن وقت تشتري فيه الذهب، مش بس عشان تحافظ على قيمة فلوسك، ده كمان هيحقق لك أفضل عوائد لما تيجي تبيعه. رقم 1، وقت الأزمات الاقتصادية. لما يكون السوق مضطرب والاقتصاد مش مستقر، المستثمرين بيلجأوا للذهب للحفاظ على ثرواتهم، وفي الأوقات دي الذهب بيكون ملاذ آمن. 2، لما يكون في توقعات بزيادة أسعار الفايدة. في الحالة دي الذهب ممكن سعره ينزل، لأن الفايدة العالية بتخلي الاستثمارات التانية أكثر جاذبية، لكن رغم هبوط سعر الذهب هيقدر يحافظ على قيمة فلوسك حتى في الوقت اللي بيكون فيه تقلبات كبيرة. رقم 3، في فترات الركود الاقتصادي. اسعار الذهب في الفترات دي غالبا بتنخفض، وده بيخليك تشتري بسعر اقل، وده قبل ما الاسعار تبتدي تطلع تاني. رقم 4، لما يكون في توقعات بارتفاع التضخم. الذهب معروف ان هو بيفضل يحافظ على قيمته في وقت التضخم، وهقول لك شويه نصايح علشان تحقق اكبر مكسب. اول نصيحه، حاول تتابع حركه اسعار الذهب، وده بشكل دوري لانها بتساعدك تاخد قرارات افضل، لان الاسعار بتتاثر بالحاله الاقتصاديه والسياسيه في العالم، فممكن تتغير بشكل مفاجئ. ونصيحتي الثانيه، فكر في هدفك من شراء الذهب، وايه الميزانيه اللي عندك، ولو ناوي تستثمر فيه على المدى الطويل ممكن ما يكونش مهم توقيت الشراء. واخر حاجه بقى، مهم تشتري الذهب بشكل تدريجي، وده علشان تستفيد من تقلبات الاسعار. قول لي بقى في الكومنتس، ايه الوقت اللي ندمت فيه انك ما اشتريتش ذهب؟